هلو النهاردة هنشرح كده self study plan للناس اللي عايزة تذاكر إنجليزي جنب لو بتاخد كورس وعايزة يبقى عندها sources لحاجات زيادة تذاكرها، أو الناس اللي مش بتاخد كورسز أصلا ومحتاجة إن هي تذاكر مع نفسها. البلان اللي عندنا هي هتكون مقسمة حسب مستواك. طيب الناس اللي مستوياتها من A1 يعني من البداية تماما لحد B1 intermediate هيكون الجزء ده، والجزء التاني هو للناس اللي مستواها من B2 upper intermediate للadvanced levels. طيب الخطة دي عشان تنجح أعرف أستخدمها صح وتخلي لغتي تتحسن، هو إني أكون منظم. هي بتحتوي على كل الكومبوننتس بتاعت اللغة. يعني هي لو عايز أنا أحسن الليسننج بتاعي، لو عايز أحسن speaking أو writing أو reading أو pronunciation أو أزود الفوكابولاري والexpressions اللي عندي في الإنجليش، الحاجات دي كلها موجودة عندي في البلان. طيب خلينا نبتدي كده. أولا آه، في هنا ويب سايتس أنا هبدأ أستخدمها، بس هستخدمها إزاي؟ الويب سايت اللي عندي او الويب سايتس دي هي عبارة عن اوديوز، يعني حاجة فيها listening استماع، او فيديوز، وبعد لما بتسمع بيكون في السكريبت او الكلام او النص اللي انت سمعته، وعليه كويز علشان يختبر فهمك للجزء اللي انت سمعته، وكمان بيبقى فيه زي ليست كده بالكلمات الجديدة اللي كانت موجودة فيه. طيب خلينا نشوف حاجة حاجة. أول ويب سايت عندي هو ESL Fast، وده أنا بنصح بيه للناس اللي هي بتبتدي تماما. هو سلس قوي وبسيط ومن البداية تماما. خلينا الأول نفتح الويب سايت. طيب ده الويب سايت، وعندي هنا for beginners يعني بادئ من البداية تماما، وفي levels. يعني الليفلز دي يعني أنا لو ضغطت هنا على level 1 هلاقي فيه topics مواضيع، وهو جايب text معين، ده level 1. فسهل قوي علشان الناس اللي لسه بتبتدي ما تبقاش جمل معقدة أو صعبة عليها. فعندي هنا الجمل، بعدين listening بتاعها والاستماع بتاعها. ازاي بقى هذاكر؟ اول حاجة هعملها علشان احسن النطق بتاعي او the pronunciation هنمشي. لو رجعنا كده انا كاتباها واحدة واحدة. اولا مش هنكركب الدنيا على نفسنا، خلينا ناخد كل يوم حاجة واحدة بس، تكست واحد بس، نص استماع واحد بس. طيب فتحت الويب سايت، اول حاجة هعملها هي اني اعمل حاجة اسمها shadowing. shadowing ده حاجة هتفضل معايا حتى وانا في الادفانس ليفلز. الشادوينج ده وظيفته الأساسية ان هو يحسن الفلونسي والنطق بتاعي. طيب ازاي اعمل شادوينج؟ انا هروح الاول على التكست اللي انا فتحته هنا، وهبدأ اشغل الاوديو. وهنا انت ممكن تتحكم في سرعة الكلام. يعني لو شايف ان اللي بيتكلم ده بيتكلم بسرعة قوي، ممكن آه تبطئ السرعة شوية، والعكس ممكن تعلي السرعة شوية لو شايف ان هو بيتكلم ببطء اكتر. طب خلينا نجرب كده ازاي نعمل شادو، ودي اول حاجة هنعملها. هفتح الاوديو. He wakes up. طيب اول حاجة I will repeat، هكرر بعد الجملة ما بتتقال، فاقول he wakes up، وهفضل اكرر الجملة لحد ما اتاكد ان انا بنطقها صح، زي الطريقة اللي انا سمعتها بيها زي ما اتقالت في الاوديو. هعملها تاني. He wakes up. he wakes up، وافضل اكرر لحد ما اتاكد ان انا بقولها he wakes up. ده repetition.
ازاي بقى اعمل شادوينج؟ الشادوينج ان انا هتكلم مع السبيكر في نفس الوقت، بحيث ان انا بمشي معاه بنفس سرعته بنفس طريقة النطق، كأني آه بالظبط بقلد اللي هو بيقول. خلينا نجرب شادوينج. He wakes up. وارجع تاني. he wakes He up. wakes up. He wakes up. طيب وابتدي على اللي بعدها. He sees the sun rise. he sees the sunrise. طيب وانا لازم ابقى aware دلوقتي انا بعمل بدرب نفسي على النطق وعلى اني يبقى الفلونسي احسن عندي. لازم ابقى aware بايه المشاكل اللي عندي. يعني انا مثلا وانا بقول الجملة دي ممكن الاقي انا بقول he sees، واجي عند the بقولها the sunrise. فانا كده عارف ان انا عندي مشكلة ان انا اطلع the sound، فهاخد نوت بيها كده اقول انا هروح اسمع ال النطق بتاع الصوت ده كذا مرة لحد ما اتاكد ان انا بطلعه صح، علشان ده مهم جدا 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 سواء the او the sound. فهاجي للجملة التانية دي تاني. He sees the sun rise. he sees the sunrise، وارجعها عشان بقى أبدأ أعمل shadowing. He he wakes wakes up. up. He sees sees the the sun rise. sunrise and so on. وأكمل على كده. المرحلة دي الكم فيها مش مهم تماما، أنا المهم عندي آه لو خدت حتة صغيرة قوي جملة أو جملتين كفاية قوي بس أتأكد إن أنا بنطقهم صح وبطبق الشادوينج صح. طيب دي أول حاجة عملتها هنا. لو أنا شايف إن الليفل ده قليل قوي عليا، هرجع تاني وهختار ممكن روح على مثلا level 6 هنا، اختار أي topic نفس الموضوع وهبدأ أعمل repetition و shadowing. Ophelia was a night shift worker at a hospital. هنا بقى في الكلام أسرع، الجمل ممكن تكون أطول لأن الليفل ده أعلى. عايزة أقلل السرعة هقللها وأبدأ أريبيت وأشادو. دي أول خطوة هنا عملتها، والخطوة دي هطبقها على أي listening أو حاجة فيها listening أو فيديو أنا بشوف إن أنا I will repeat and shadow علشان أشتغل على the pronunciation and fluency. طيب بعد لما خلصت الجزء ده، أي تكست بقى أنا سمعت التكست ده وعملت shadowing واتأكدت ان الموضوع بقى سلس بالنسبة لي ان انا اقوله، هبدأ أريكورد myself. هفتح كده الريكوردر وهبدأ اقول انا he wakes up, he sees the sunrise, he brushes his teeth and so on. وبعد لما اسجل اسمع اللي انا سجلته واشوف انا دلوقتي عندي الاوريجينال اوديو اهو، اشوف انا بنطق زي اللي في الاوديو ده ولا انا عندي مشاكل. ولو عندي مشاكل هي ايه؟ يا ترى التون بتاعت صوتي واطية قوي؟ يا ترى انا عندي اصوات مش بطلعها صح؟ يا ترى انا بقف كتير قوي في النص؟ ايه المشكلة؟ واخد المشكلة دي واشتغل عليها ازاي اصلحها. طيب يبقى احنا عملنا في الاول انا جبت التكست او نسميه بقى السكريبت بتاع الليسننج، وعملت repetition وعملت shadowing، وبعدين سجلت الجزء اللي انا عملته هنا وشفت وسمعت انا ازاي بقوله لو عندي اخطاء ولا لا. بعد كده هرجع للخطوة اللي بعد كده. في ميزة الويب سايت ده او الويب سايتس دي ان هو بيحط لك ليست بالكلمات الجديدة اللي موجودة في السكريبت اللي عندك. تحت هنا هتلاقي vocabulary. اوكي
ما عنديش فكرة الويب سايت فيه ايه، بس خلينا نشوف. يعني واحد تكست تاني ده مثلا، هننزل هنا نشوف ده vocabulary اهي. واعتقد ده برضو يعني موجود فيه الفوكابولاري، بس فيه مشكلة في اللودينج بتاع الصفحة. طيب، خلينا نبص هنا. هتلاقي جايب لك الكلمات الجديدة اللي كانت موجودة في التكست اللي انت سمعته. لو ضغطت على الكلمة هيظهر لك معناها ونطقها. لو انت محتاج تتأكد منها بالعربي هتسرش على معناها بالعربي عادي. طيب، هنا انا فتحت الويب سايت، اخترت الاوديو المناسب ليا وللمستوى بتاعي. بعد كده عملت repetition، بعد كده عملت shadowing و I recorded myself. بعدين جبت الفوكاب الجديدة اللي موجودة في السكريبت ذاكرتها. طيب، لازم أنا وأنا بدرس أي لغة يكون عندي glossary. لازم. إيه الجلوسري؟ كلمة دي glossary معناها هي كده زي ديكشنري، قاموس خاص بيا أنا اللي عامله. إن كل ما بشوف كلمة جديدة بكتب الكلمة دي. بيبقى عندي سواء بقى كراسة أو تعملها في فايل على عندك عادي وورد فايل. الطريقة المناسبة أكتر ليك إني هكتب الكلمة الجديدة، وبعد كده نوع الكلمة دي هي noun ولا verb ولا adjective، وتحتيها جملة أنا بوظف الكلمة دي فيها. لازم يبقى أنا أطبق الكلمة في جملة علشان ما انسحبش، وهكذا. طيب، أنا عملت جلوسري بالكلمات الجديدة اللي عرفتها من التكست ده وطبقتها في جمل. هنا في ESL Fast هو بيديك تاني بيديك option إنه يعني to complete the missing word، إنك تكمل الكلمات اللي ناقصة من التكست. ممكن يديك hint لو أنت مش عارف تكمل أو تفتكر الكلمة اللي ناقصة. ممكن يديك hint إن هو ممكن يديك الحرف الأول منها، بعد كده تقدر تتشيك your answer. طيب، بعد كده عندي sentences، ودي برضو حاجة effective جدا. إنه بيبقى عندك كلمات وانت بترتبها في sentence صحيحة من التكست. زي مثلا هنا Philia was a night worker or a worker at a night shift in a hospital or whatever. ان انت هتبدأ تضغط على الكلمات فهتبني جملة. okay. A night shift worker at a hospital. تبدأ تعمل check. Leah was a night shift worker at the hospital. اوكي، وهكذا. طيب، dictation ده برضو حاجة حلوة قوي. dictation اللي هو الإملاء. هتسمع حاجة من التكست، جملة، Ophelia was a night shift worker at a hospital. Ophelia was a night shift worker at a hospital. وتبدأ هنا تكتب بقى Ophelia was a night shift worker at a hospital and so on. نراجع تاني. أنا عملت إيه؟ repetition، shadowing، record myself. جبت الكلمات الجديدة ذاكرتها وعملتها في glossary واستخدمتها في sentences. بعد كده حليت بقى الجزء اللي على التكست، سواء كملت missing words، رتبت كلمات في جمل، أو عملت الديكتيشن. ده ESL Fast، مريح وسهل للناس اللي بتبتدي. طيب، عندنا اوبشنز تانية ممكن نستخدمها. هو ELLO ده ويب سايت تاني، وعندنا Voice of America ده ويب سايت تالت. هي نفس الفكرة، ان انت بيكون عندك خلينا نقفل بقى التابس الكتيرة دي
عشان ما نتوهش. اوكي، انت بيكون عندك برضو اوديوز او فيديوز، و بتختار الليفل بتاعك في الاول. يعني انا لو جبت مثلا intermediate هنا، اوكي، وبدأت اختار آه، any topic، فعندي هنا اهو ده listening. So, Darcy, let's talk about our dream life. Where would you like to live? اوكي، ممكن تسمع من غير ما تشوف السكريبت. دايما السكريبت، كلمة سكريبت هو اللي اتقال في الليسننج. ممكن تسمع من غير ما تشوف السكريبت و check your understanding، انت فهمت ايه من الاوديو ده. وهنا انا بحسن الليسننج بتاعي او listening comprehension، ان انا قادر افهم حاجة من اللي اتقالت، المين ايديا او الفكرة بتاعته او هكذا. ممكن بعد كده أبدأ تاني نفس بقى السايكل بتاعتي، إن أنا هبتدي I will repeat. I want to live by the beach. I want to live by the beach and so on. بعد كده I will do I will follow بقى I speak with the speaker، فهعمل shadowing وهكذا. ده الويب سايت ده بيديك اوبشن ان هو يعمل لك جرامر كويز على listening اللي انت سمعته، وكمان بشرح لك جرامر وكويز عليه. اوكي، فده نفس الفكرة. طيب في السكريبت هنا ممكن انت تشوف وتاني انا بس بأكد على فكرة انه الكم مش مهم خالص. انت ممكن في يوم واحد تعمل الحتة الاولى دي بس هنمشي عليها على الخطوات كلها لحد هنا مثلا. ممكن بقى في السكريبت انت بتحدد الكلمات اللي شايفها صعبة تاخدها تشوف معناها وتحطها في الجلوسري وتحطها في sentences وهكذا. طيب عندنا Voice of America. اوكي، برضو انا بختار الليفل بتاعي وبتطلع لي topics، و كمان في فيديوهات فيها شرح لجرامر، او سواء بيديك كل يوم مثلا expression او idiom مصطلح. آه، فهو في حاجات متنوعة قوي. ويعني هي احسن حاجة في الويب سايتس دي ان هي مش بتشتغل على حاجة واحدة في اللغة، هي بتشتغل على كذا component. هنا لو اخترنا مثلا عندنا art and culture، عندنا هنا health and lifestyle. اوكي، فمثلا for health and lifestyle انا عندي topics متعلقة بالفئة دي، فخلينا كده نشوف دي. ادي listening، وادي السكريبت بتاع listening. وهنا زي ما انتم شايفين في كده bold words، دي معناها ان هي الكلمات الصعبة. وعندنا quiz، وعندنا list of the new words. طيب الويب سايت الأخير هو news in levels، وده عن authentic أو يعني أخبار حقيقية، وجايبها لك بالطريقة اللي تمشي مع الليفل بتاعك. ولو فتحتها برضو هتلاقي الأوديو، وهتلاقي ادي الليسننج اهو، هتلاقي السكريبت والكلمات الجديدة ومعانيها. اوكي، طيب كده انا اشتغلت في الحتة دي. طبعا انا مش هروح بقى اجيب كل الويب سايتس دي واستخدمها في يوم واحد، لا انا كل يوم باخد حتة او درس من ويب سايت. زي ما قلت انا ببتدي خطوة بخطوة، مش بكركب الدنيا بقى وعايز اجيب 4 دروس مثلا من الاربع ويب سايتس. طيب كده انا عملت listening، عملت pronunciation، وكتبت vocab جديدة،
وحاول يكون الرينج بتاع الكلمات اللي بتتعلمها كل يوم خليه 8 ل10 كلمات عشان ما يبقاش هي بتتخزن في الشورت ميموري فتنساها. طيب انا بقى عايز اكتب، اجي على الليسننج اللي انا سمعته واحاول اعمل summarize بمعنى ان انا بلخص كده اللي انا سمعته، بس بطريقتي او بكلمات من دماغي وبشكل ابسط واسهل واقصر. يعني انا مثلا سمعت حاجة عن آه، حد مثلا بيتكلم عن الديلي روتين بتاعه، فهبدأ اقول حاجات من اللي بيعملها في يومه بناء على فهمي للتكست ده. وانت تقدر تسمع التكست مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما تحس ان انت فاهم. آه الكلمات اللي انا طلعتها من الليسننج، من السكريبت اللي انا سمعته، احاول استخدمها في ستوري. يعني انا اتعلمت 5 كلمات النهاردة، هحاول احطهم في ستوري واحدة عشان اوظفهم في كونتكست او في سياق فيثبتوا في دماغي. طيب في تكنيك عظيمة جدا اسمها journaling، ودي هتحسن عندي الرايتنج جدا. وهي journaling انه انا بصحى من النوم او قبل ما انام اكتب كام جملة عن يومي مثلا. وبرضو يعني بساطة او صعوبة الجمل اللي انك تستخدمها هي على حسب المستوى بتاعك. عادي جدا ممكن تيجي قبل ما تنام وتكتب، يبقى عندك نوتة كده بس بالانجلش بقى انه my day was a good day، او مثلا I met my friends، أو I want to study tomorrow for كذا. فأنت بتكتب عن ال daily events وهي معظمها description ليومك عامل ازاي، حاسس بإيه، الحاجات دي. لو كل يوم بكتب جملة 2 3 قبل ما انام ومخليها زي حاجة consistent أو مستمرة معايا هتفرق جدا. طيب هنا دي extra web يعني links from the British Council. وهو هنا عندنا writing lessons، هو شارح وبيديك تاسك بشكل بسيط قوي، وطبعا حسب الليفل بتاعك عندنا A1 A2 B1. البرزنتيشن ده او الدوكيومنت ده انا حاطاه للناس اللي هي من بداية B1، وهو موجود فيه اللينكينج ووردز. اللينكينج ووردز اللي هي بتزوق كتابتي وكلامي شوية، زي مثلا بدل ما أقول but بقول however، بدل ما أفضل أقول and بقول مثلا in addition or furthermore. ممكن برضو تاخد منه كده كل يوم كلمة مثلا واحدة، linking word واحدة، وتبدأ توظفها. أهم حاجة كل ما تتعلم حاجة توظفها على طول في الكلام وفي الكتابة. طيب الويب سايت ده بيتشيك الرايتنج. هنا خلينا نفتحها عشان نشوف ازاي. طيب انا عايز مثلا تشيك الجرامر والرايتنج بتاعتي، ففي جرامر تشيكر اهو. ممكن مثلا انا عايز النهارده اكتب في الجورنالينج بتاعتي عن يومي، فهكتب my day، وانا قصدي ان انا اسيب was a good day. فانا لو كتبت كده هو هيبدأ يصلح لي، ظبط لي الجملة بتاعتي. بس انا بقى مش بصلح وعادي، لا، انا لو صلح لي هو حاجة اعرف هي ليه وسببها ايه، يا ترى هي spelling ولا grammar ولا ايه. هي الفكرة في السيلف ستادي ان انا مسؤول وعلى دراية باخطائي وبشتغل عليها اول باول، دي اهم نقطة. طيب ده حطاه اكسترا كده للناس اللي مثلا عندها preparation for a test او حاجة وهيبقى فيه typing، او هياخدوا حاجة computer based، وده for fast typing عشان تدرب ايديك على التايبنج. عملنا listening pronunciation، اشتغلنا حطينا vocab جديدة وكتبنا. طيب اجي بقى على السبيكينج. هي السبيكينج
شوية راجع للحتة بتاعت recording yourself and shadowing. دايما هريهرس أي حاجة قدامي. ريهرس زي الممثل مثلا اللي طالع على المسرح، فهو بيشوف السكريبت أو الكلام اللي هو هيقوله وبيفضل يعيد ويزيد فيه، مش بس نطق صح، كمان طبقة صوتي، آه، نفسي منظم ولا لأ، بقف عند نهاية كل جملة ولا لأ، بتكلم بسرعة قوي ولا بالراحة قوي. والفلونسي مش معناها أبدا إن أنا أتكلم بسرعة. فلونسي إن أنا بتكلم بسلاسة، مرتاح وأنا بتكلم، بستخدم البيس أو السرعة الطبيعية، الكلام الطبيعي. ريهرس. فالنهاردة والله أنا ذاكرت حاجة وكان فيها self introduction، مثلا عن نفسي مثلا. فأنا I am Ha and I'm from Ha and I am an accountant, I'm a doctor, I have a big family، وأقولها وأعيدها تاني لحد ما أحس إن أنا مرتاح. الريهرسال أو إني أريهرس وأقول الحاجة اللي أنا هتكلم فيها مرة واثنين وثلاثة، بتدرب عضلة لساني، إن أنا لساني واخد إنه يتكلم ويطلع الأصوات صح. بتخليني أنظم نفسي صح. آه، ده حاجة برضو ثبتها. الشادوينج والريهرسالز دايما ثابتة وانت when you practice pronunciation and speaking. طيب، مش لاقي حاجة أعمل لها rehearsal، أنا ممكن أخد التكست اللي أنا عملت له summary ده وأقعد أقول وأعيد وأزيد فيه كده كأني أنا هطلع أقدمه يعني. طيب، أنا عايز حاجة تنطق لي. عايز التكست اللي أنا كتبته ده، وكتبت كده ستوري من الكلمات الجديدة وحطيتها هنا وعملت تشيك على الجرامر والدنيا تمام. بس أنا عايز حد ينطق لي الجمل اللي أنا كتبتها دي عشان أتكلم صح، أقولها صح. طيب، عندنا في ويب سايتس كتير بتحول التكست to speech. التكست اللي مكتوب ده أنا بحوله لسبيتش، كلام. إزاي؟ عندنا ده سبيتشفاي، وأنا كل اللي أنا عملته هنا في سبيتشفاي هو في جزء فري. بعمل لوجين عادي جدا بالايميل بتاعي، عملت لوجين فبيديني الاوبشنز دي. والله وانا عايزه اعمل ايه، عايزه اكتب حاجه او احمل فايل معين مثلا وهو يقراهولي. هيبقى عندك اوبشنز كتير، منها انه ممكن تابلود من الديفايس بتاعك. ممكن لو جوجل درايف عليه فايلز ممكن ترفع، ممكن انت تكتب التكست بتاعك. اوكي، يعني مثلا ممكن اقول I am very happy today. alright، وبعد كده هنشوف التكست. I'm very happy today. عايزاه يتقال تاني. I'm very happy today. I'm very happy today. واكشلي انت بتختار الفويس اللي انت عايزه، يعني مان في celebrities، في مشاهير هنا مستخدمين اصواتهم. وطبعا دي السبيد، again الاوبشن بتاع السبيد موجود، فممكن اخليه بسرعة، اخليه slower وهكذا. ما عنديش حاجة لحد دلوقتي، كل حاجة موجودة. طيب، presentation record، اتكلم وسجل، اتكلم وسجل. ولازم اتكلم loud بصوت عالي عشان ودني تسمعني وابقى عارف الحاجات اللي هشتغل عليها او المستيكس فين. طيب، انا عايز بقى مواضيع او حاجة يعني تديني او points كده اطلع عليها افكار واتكلم. في عندنا كذا ويب سايت، ممكن نستخدم ESL discussions، وده شوية ل B1 أكتر. يعني ممكن نخليه لما نوصل ل B1 لو احنا مستوانا في الإليمنتري. وده بيديلك
general discussions, business or grammar. لو رحت مثلا على general topics وضغطت على family، تلاقي فيه questions اهي. ممكن والله كل يوم هاخد 2 questions من كل topic. تمام. like the first question مثلا how important is your family to you، فتقول بقى تبدأ طب أنا عندي فكرة معينة وعايزة أعبر عنها على الديكشنري، تشوف الكلمة معناها إيه وتحطها في جمل وهكذا. طيب عندنا برضو دي كلها links هتلاقي فيها أسئلة، والويب سايت ده بقى بيتشيك the pronunciation hopefully إن هو لسه شغال مفيش حاجة حصلت له، وده المفروض إنه أنت بتتكلم وهو بيصحح لك. يعني جوجل يعني أنا I haven't used it مستخدمتوش، بس خلينا نجرب كده. طيب أنا I will start recording just for trial. نجرب. Hey there, I'm Blake. We're about to have a quick chat. Just record your voice, and once we're done, you'll get some feedback on how you did. بيقول لي هنا. First up, take a look at the text below. When you're ready, just hit record and start reading it out loud. اوكي هو هنا بيقول لي بقى ريكورد، يعني اقرا التكست ده وريكورد، وهو هيديك الفيدباك على على نطقك او غيره. خلينا نشوف كده. Hello. Tim and Sally went to the park. Make sure you read the entire text or double check your microphone settings. Okay. When you're all set, just press record and start reading the text again. Tim and Sally went to the park. They saw ducks in the pond. Tim had a red ball. He threw it and Sally caught it. The sun was bright. They had a fun day. Great job. Now, let's move on to a question. A couple of sentences are all you need, and you have 1 minute to answer. Could you Okay. tell me a bit more about yourself? All right. So I think so far it's working. الويب سايت ده وتقدر بقى تتكلم وهو يصحح لك وهكذا. hopefully ان هو free كله، مش هيجي في النص يقول لك ان في حاجة بفلوس يعني. طيب كده عملنا speaking، عملنا writing، عملنا listening، وحطينا vocabulary جديدة. نروح بقى على ال reading comprehension، وانا اقصد هنا reading comprehension مش reading ان انا يعني بقرأ بصوت عالي عشان النطق، ده pronunciation. هنا كده بشتغل على ان انا اظبط نطقي واظبط الفلونسي وغيره. هنا ان يبقى عندي text وانا I comprehend او افهم هو التكست ده عن ايه. بريتش كونسل برضو في دروس حلوة قوي للريدنج comprehensions، تقدر تبص عليها. هنا ممكن مثلا هتلاقي بقى schedules، هتلاقي ايميلز، هتلاقي جايب لك عليها أسئلة، وكمان بيعلمك الكلمات اللي موجودة فيها. طيب خلينا نشوف مع بعض سريعا كده. ده A1، وهنا مثلا a poster at work، restaurant menu مثلا. فهنا I'm trying to comprehend أو إني أفهم الكونتنت بتاعه. طيب preparation، بص في ال preparation بيحضرك، بيقولك معاني الكلمات إيه اللي ممكن تقابلها بالتكست تعيق فهمك للتكست. بعد كده ادي المنيو اهي، وبعد كده هتلاقي فيه أسئلة عليها. جميل قوي. أنا يعني الدروس سلسة ومعمولة بطريقة كويسة جدا، بحيث انه ما تلاقيش فيها عقبات انك تذاكرها لوحدك. في كمان ستوريز لو عايز تقرا ستوريز، وفي بقى الاب الجميل ده اسمه ستوريا هو ابلكيشن نزله على الموبايل، وبتعمل الليفل بتاعك وبيطلع لك ستوريز على حسب الليفل، بيقرا لك الستوري ويديك كويز على الستوري. short stories by the way، يعني مش very long stories. والكلمات اللي كانت في الستوري وعظيم عظيم يعني كله
كومبو يعني. طيب بعد كده هو كده احنا ناس اللي هي من A1 ل B1. alright. طيب الناس بقى اللي هي upper intermediate و advanced levels احنا هنمشي بنفس التكنيكس، بس ممكن هتكون الويب سايتس مختلفة عشان تبقى advanced شوية. TED Talks دي فيديوز حلوة جدا، بس هي برضو للناس اللي هي upper intermediate و advanced، وهنتبع نفس التكنيك. I'll shadow, record myself, study the vocab, add them to the glossary and so on. تمام. Voice of America أنا ضفته تاني لأنه English speeches ده عظيم برضه على يوتيوب. في ESL Fast بس هو very easy للناس ال upper intermediate. ELLO عليه advanced و upper intermediate audios برضه. writing نفس الفكرة. برضه هنستخدم British Council لل writing lessons و reading lessons لأن هو فيه بقى B2 C1 linking words and Speechify, ESL discussion and so on. نفس الفكرة. أنا لازم أخصص وقت كل يوم حتى لو 10 دقايق وأعمل حاجة بسيطة جدا، ولازم أسليبريت الحاجة اللي حققتها وموتيفيت ماي سيلف. دي أول حاجة. مش هروح بقى يعني أتوه هعمل إيه دلوقتي. إحنا عرفنا step by step. النهاردة أنا سمعت حاجة وذاكرت عليها فوق. أوكي that's enough. طيب أنا حاسة إن أنا بقى النهاردة عايزة شادو بس، عايزة أتكلم بس، أعمل shadowing بس النهاردة. طيب النهاردة أنا محتاجة أكتب ستوري كده بكام كلمة جديدة. that's enough. ما عنديش وقت أعمل أي حاجة خالص. journaling، النوت اللي جنبك قبل ما تنام كام جملة بالإنجلش حتى لو غلط، الصبح ابقى اعمل تشيك عليهم على الويب سايت ده. فلازم انظم استخدامي للبلان دي، ولازم اكون consistent بمعنى انه يوميا انا بحاول اضيف يعني اضيف بقى رحلة تطوري في اللغة يعني. hopefully it works يعني، وإن شاء الله تقدروا تستفيدوا منها يعني. Thank you.